حاجه هذه مستحيل يقولها لك الخباش اللي هي علاش يعرف يقرا وعلاش يحب القرايه ويدي مليح في لي زيكزام. دونك حنايا اغلبنا نكرهوا القرايه ونقراو غير باش ندو مليح في الاختبارات ولا باش نطلعوا عامنا. قليل فينا بزاف اللي صح يحب يقرا. راح نشرح لك بكل بساطه علاش ونمد لك الحل اللي انا شخصيا نستعمل فيه باش نقرا وباش ما نراكمش الدروس ليله الرعد. اول حاجه راح نجيبوا المخ تاعنا، نفترضوا بلي المخ تاعنا حاب يوميا يدي مكافاه اللي هي هرمون دوبامين ولا هرمون سعاده، وماذا به يديها بطريقه سهله. نفترضوا بلي كاين زوج طرق باش المخ يوصل للمكافاه تاعو. الطريقه الاولى اللي هي تاع الريز والافلام والصوالح اللي يضيع لنا وقتنا ملي نحبوا كي نديروها، والطريقه الزوجه اللي هي الطريق تاع الدراسه. الطريقه الاولى هذه تاع الريز والافلام تديك ثمثم الدوبامين، يعني بلا ما تتعب وبلا ما تركز وبلا ما تستهلك انرجي من المخ تاعك. اما الطريق تاع القرايه طريق طويله بزاف، لانه باش يتفرز هرمون الدوبامين وانت تقرا راح يتفرز بعد ما تشوف النتيجه تاع الاختبار تاعك ولا المعدل تاعك، يعني المكافاه راح تطول باش تديها. زياده على ذلك راح تكون في ضغط وستريس كبير بزاف اللي هو بسبب افراز هرمون الكورتيزول، لانه هرمون الكورتيزول مسؤول على القلق. حاجه اخرى اللي هي انه المخ تاعك راح يكون يستهلك انرجي بزاف، راح تستهلكها المنطقه الاماميه من المخ اللي اسمها البريفرونتال كورتكس. هذه الجهه مسؤوله على التنظيم، اتخاذ القرارات، التركيز وصوالح بزاف. يعني كي تكون تقرا راح تنشط بزاف باش تركز وباش تقرا، هذه راح تستهلك لك طاقه بزاف من مخك. المخ تاعنا راح يفضل الطريقه الاولى تاع الريز والافلام لانه طريق سهله بزاف وما تستهلكش طاقه وثمثم توصل للدوبامين. هي راح يجي الحل يخلينا الطريق تاع الدراسه الزوج هذه صعيبه تكون كيما الطريق الاولى. راح ندخلوا لاعب مساعد واللي هو الفضول. صح كيفاش نولدوا هذا الفضول وواش الدور تاعو؟ باش تخلق هذا الفضول خاصك تحشيها لمخك بانه كل ما تجي تقرا درس خاصك تقول نفسك بلي انه حاب نقرا باش نفهم هذا الدرس وباش نزيد الرصيد المعرفي تاعي، ماشي باش نقرا على جال باش ندي مليح في ليكزام. على سبيل المثال بصفتي طالب طب عندي كور على آلية عمل الكليه، خاصني قبل ما نبدا في الدرس نقول مخي بلي راني حاب نقرا باش نعرف كيفاش صح الكليه تخدم، ماشي على جال ليكزام، وقيس ذلك على حساب قرايتك. وهنايا اوتوماتيكمون راح يتولد لك هذا الفضول في مخك، راح يخليك كل ما تقرا معلومه جديده على الدرس تاعك يزيد افراز هرمون الدوبامين، لانك قريت معلومه جديده وشبعت الفضول تاعك. يعني هنا كل ما تقرا معلومه جديده راح يفرز الدوبامين، وبينك تكمل الدرس راح يتفرز بجرعه اكبر. هنايا تلقى روحك كملت الدرس بلا ما تقلق وبلا ما تستريسي وبلا ما تجبر نفسك والمخ تاعك انك تدير حاجه انت ما راكش حاب ديرها. هكاك راح تلقى روحك دائما تحب تقرا وتقرا وانت مرتاح. واذا كاش واحد فيكم عنده طريقه اخرى يخليها لنا في لي كومونتير.